ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض وصفة الكوردن بلو بطريقة سهلة وبسيطة جدا من غير اي تعقيد، وكمان هيستوي معاكي من جوه، وهنظبط التسوية بتاعته زي ما انتم شايفين كده. هيطلع اللون الذهبي وهيطلع طعمه تحفة. هتجربيه مش هتبطلي ان انتي تعملي منه، وتغيير برضو بدل البانيه. زي ما انتم شايفين كده طعمه لا يقاوم. تقدميه بقى مع مكرونة وايت صوص او مكرونة بالصلصة زي ما تحبي. يلا بينا مع بعض نشوف الطريقة ايه هي. معايا هنا نص كيلو من صدور الفراخ متقطعة، او انتي قطعيها زي ما تحبي، بس هي عندي متقطعة. هبتدي اجيب كيس كده نايلون وافرد عليها واحط عليه كيس تاني، وابتدي بقى افرد عليها القطعة بتاعتي، وادق عليها بشاكوش اللحمة او بأي حاجة تقيلة عندك، بكوباية، بأي حاجة بقى، بإيد هون، بالراحة كده. وبعمله بالناحية الناعمة، مش بعمله لو عندك مدق، بخليه في الناحية الناعمة، بلاش الناحية الخشنة عشان ما يطيريش معاكي. زي ما انتم شايفين كده. معلش التصوير مش قد كده عشان خاطر بس ابني كان بيهز التليفون. هبتدي اعمل معاكم واحدة تانية، وهخلص كل كمية وهنتبلها مع بعض. عادي تتبيلة البانيه العادية، وتقدري كمان من غير ما تحطي عليها ميه بصل ولا الكلام ده. شوية ملح وشوية فلفل وشوية توابل بهارات. وتروحي جايه رشه عليها كده، وتدعكي الحتة النسيرة بيها اللحمة. وبعد كده نشتغل بها على طول. وممكن تقدري تعمليها لو انت مستعجله، وممكن برضو تقدري تعمليها زي ما انا هعملها كده، اتبلها شويه معاكم على ما اجهز المكرونه بقى والحاجات بتاعتي التانية اللي هقدمها معاها. لو عايزين وصفه المكرونه قوليلي في الكومنتات وانا اعملها لكم، سهله جدا برضو. هنا معايا ميه من البصل، وعليها 7 بهارات او 11 بهار زي ما تحبي، وكاري وملح وفلفل. تتبيله التوابل دي بقى بتاعتك، بس انا بحب اتبلها كده، دي تتبيله البانيه العاديه بتاعتي. وميه بصل، ما بحبش احط عليها تفل وكده، بصل او بصله كامله مبشوره عشان تيجي بتتحرق معايا في الزيت، وما بتخليش الغلاف يمسك كويس على البانيه. وبابريكا برضو، حطيت بابريكا مدخنه، لو عندك ما عندكيش مفيش مشكله. واقلبهم كويس، وهبتدي بقى احطهم واسيبهم نص ساعه كده على ما اجهز الخلطه بتاعتي. وتقدري لو انتي مثلا عندك عايزه تبيتيها اليوم كامل مفيش اي مشكله، بس هي ما بتاخدش وقت في التتبيله، لان هي شرايح ما بتاخدش وقت في التتبيل، مش زي فراخ كامله. هبتدي كده بعد ما سبتها نص ساعة، هبتدي كده اجيب اي طبق عندك، اي صينية، قطاعة اللي متوفر عندك، وهبتدي اجيب استرتش راب، وهبتدي بقى اغلف. لو ما عندكيش ممكن تقدري تعملي بكيسة نايلون وتقفلي عليها كويس من الناحية ديت وتربطيها، ومن الناحية التانية برضو تربطيها، مش شرط استرتش خالص. هبتدي كده اجيب القطعة بتاعتي واحط عليها اهم حاجة عشان ما يفكش منك والحشوة تطلع منك جبنة من بره. انا اشتغلت بجبنة موتزاريلا عادي، بقيت اعملها بايدي كده، اصبحها بايدي واحطها في قطعة الرومي المدخن او اللانشون، حلواني او اي اللي انت حباه، النكهة اللي انت حباها كده زي ما انتوا شايفين كده. وابتدي اقفل عليها كده واحطها في قلب القطعة بتاعتي عشان والف عليها كويس، عشان انا لو حطيتها ولفيت على يعني رول، حطيت قطعة الشريحة بتاعتي، وحطيت قطعة الروم المدخن وعليها الموتزاريلا الشيدر او الموتزاريلا العادية، جبنة الشيدر او الموتزاريلا العادية، ولفيت كله مع بعضه كده، هتلاقيها تفك معاكي وانتي بتقليها. فدي احسن طريقه انا وصلت لها، وبلفها من الناحيه، من الجنب ده ومن الجنب ده. ولو حابه ان انتي تربطيها اربطيها لو انتي مش بتستخدمي ستريتش. وهم معاك واحده تانية اهي زي ما انتوا شايفين، وهحطها في قلب قطعه الفراخ، وهلف عليها كويس والف عليها بالستريتش واجمعهم كلهم،
واحطهم في التلاجة في الفريزر نص ساعة، من نص ساعة لساعة على حسب وقتك. وبعد كده بتجهزي بقى الخليط بتاعنا، عبارة عن بيض وبقسماط ودقيق. كده انا بعد ما جهزتهم وحطيتهم في الفريزر، هجيب بيضة وكوباية من اللبن وهقلبها كويس، واحط عليها شوية ملح بفلفل، وهجيب دي اول خليط معانا. وبعد كده هجيب بقسماط مطحون ناعم، وهنا كده هحط معلقتين دقيق بدل ما استخدم دقيق بره، بحطه على البيض واللبن عشان يبقى الخليط تقيل شوية ويمسك معايا البقسماط وما يفكش معايا. دي خطوة مهمة جدا. يعني في ناس بتحط الدقيق لوحده والبقسماط لوحده، بس انا بعمل كده. حتى في البانيه بيطلع الكفر بتاعه ما بيتهريش ومش بيطلع زي ما هتشوفوا كده معايا، لحد ما الخليط يبقى قوامه عامل زي الكيكه. وبعد كده هبتدي اشتغل. هجيب بقسماط مطحون، انا ببقى ضايفه عليه اصلا دقيق كمان. يعني انا البقسماط المطحون ببقى ضايفه عليه نسبه دقيق عشان يخليه مقرمش وحلو. يعني انا بحب اضيف عليه دقيق عشان الدقيق بيديله زي سنه قرمشه كده. وبحطه يعني يا اما بسيبه في كيسه زي ما هو، يا اما بقى ايه بحطه في علبه في التلاجة، بحفظه في التلاجة زي ما انتوا هتشوفوا كده معايا. بفكها وهبتدي اضيفها للخليط اللي انا عملته، ثم في البقسماط. وبعد كده بقى ايه هحطه في طبق وهبتدي اقلي معاكم. هوريكم برضو انا بقلي ازاي وعلى حرارة قد ايه. ولازم يكون الزيت غزير، هنا لازم الزيت يكون كتير، يعني ما تحطيش شويه صغيرين وتقولي ده اتحرق معايا وكده، عشان كله يستوي حلو. يبقى على نار متوسطه، مش نار عاليه، نار متوسطه. وهوريكم هو مش هيفك معايا زي ما انت شفتوا في اول الفيديو. مفيش الكفر مش متشال خالص ومش فاكك معايا ومش مطلع الجبنه بره زي ما انتوا شايفين. اعملوه بالخطوات بتاعتي ديت، هيعجبكم خالص خالص ومش هيفشل معاكم. والتسوية بتاعته هتبقى على زيت غزير كتير في الطاسة. ولو الطاسة بتاعتك كبيرة اعمليه في حلة صغيرة، حطي فيها الزيت يكون كتير عشان ما يتحرقش معاكي من جنب وجنب، وما يفكش معاكي. على النار بتاعتها تكون متوسطة، على العين المتوسطة اللي في البوتاجاز. النار بتاعتها تكون متوسطة مش عالية عشان يستوي كويس وما يتحرقش معاكي من بره بسرعة. كده ده شكله بعد ما استوى. المقطع بتاع التسوية اتحذف من عندي، معلش، بس ده مقطع التسوية، ده مقطع بعد ما استوى. طعمه حلو وهتجربيه بأمانة هيعجبك. جربيه بطريقتي وهيعجبك. ما تنسوش تعملوا اللايك والسبسكرايب لو انت لسه ما اشتركتيش، وكومنت جميل بيفرحني جدا لما بشوفه. انا هنا قدمته مع مكرونه وايت صوص، تقدري تقدميه مع مكرونه بصلصه، مع رز، زي ما يعجبك. طعمه جميل قوي والمكرونه طعمها حلو. لو انتوا عايزين طريقتها قولولي في الكومنتات وانا اعملها لكم في فيديو بعد كده. اتمنى يكون عجبكم واشوفكم على خير في فيديو جديد. باي.